اتجوزت من أكبر خدام الجن وحملت منه، ونهايتها كانت مأساوية. أين ذهبت الفنانة لطيفة نظمي؟ تخيل كده إن تعيش سنين وتدور على الحب حياتك، وفجأة إما تلاقيه يطلع من أكبر خدام الجن. تعالوا نقول لكم عن حكاية النهاردة. الفنانة لطيفة نظمي اللي اتجوزت من أكبر خدام الجن واختفت في ظروف غامضة. لطيفة نظمي هي الفنانة المصرية أصولها من دمياط، هربت من أهلها علشان بتحب الفن والتمثيل، وطلعت على القاهرة. وعلى الرغم إنها ما كملتش تعليمها بسبب ظروفها وظروف فقرها، إلا كانت مثقفة جدا وبتتكلم أكتر من لغة، وفضلت تحارب وتسعى لحد ما حسنت وضعها المادي وقدرت تاخد شقة في عمارة كبيرة. لطيفة كانت رافضة فكرة الجواز تماما لحد ما كانت راجعة من التصوير مرة وقابلت جارها الدكتور شاب شغال في أحد المستشفيات الحكومية، وفضلت تشوفه على فترات لحد ما وقعت في حب كان ما بيظهرش إلا بالليل، وحتى مقابلتهم كانت بالليل. وقررت الجواز منه على طول. فترة جوازهم كان قايل لها بسبب ظروف شغله كان بيختفي أيام عن البيت، وإنه مش عاوزها تقلق من الموضوع ده، وإنه كمان هيرجع وينزل الشغل علشان كده مش هتشوفه في البيت كتير. لكن في مرة من المرات فترة غيابه طالت عن المعتاد، ولطيفة هنا قررت إنها تدور وراه. فكرت إنها تدخل مكتبة دايما قافلها، وفعلا فتشت في الأوراق وما لقتش إلا ورقة واحدة مكتوب فيها أسماء ستات وعناوينهم وأرقامهم. قررت إنها تسأل عليه في المستشفى اللي شغال فيها، لكن للأسف ما لقتش حد بالاسم ده. قررت تاخد الورقة اللي معاها وتبدأ رحلة البحث عن الستات دي علشان تعرف ايه القصة. لكن المفاجأة انها كانت كل ما تسأل عن واحدة تلاقيها اتقتلت او ماتت في ظروف غامضة مرعبة. مش بس كده، ده كمان لقت ورقة مكتوب عليها طلاسم كتير ومختلفة. لطيفة راحت للشيوخ كتير وحكت لهم اللي حصل. كانت الصدمة إنها طلعت متجوزة من واحد من خدام الجن، يعني زيه زيهم بالظبط. ونصحها أول ما تشوفه تشغل الأذان على طول، وهو كده كده مش هيظهر غير بالليل. وبعد فترة فعلا ظهر بالليل متأخر، وأول جملة قالها لها: انت ازاي تفتشي في حاجتي؟ وحاول يقتلها زي اللي قبلها، لكن فلتت منه وشغلت له الاسطوانة اللي عليها الأذان والقرآن بصوت الشيخ محمد رفعت. وهربت لطيفة، وبعد فترة اكتشفت إنها حامل منه. اختفت عن الأنظار واعتزلت الفن، وولدت ابنها اللي كان مشوه بطريقة مرعبة ونزل من بطنها ميت. بعد فترة لطيفة نظمي دخلت في حالة اكتئاب واختفت تماما عن الأنظار لحد ما لقوها ميتة في شقتها. لكن لحد دلوقتي محدش عارف ازاي ده حصل لها، وكل الحكاية تم سردها على لسان الفنان يوسف وهبي في مذكراته اللي كان أقرب شخص ليها. تفتكروا فعلا القصة دي حقيقية؟ وإيه السبب وراء وفاة لطيفة نظمي؟ شاركونا الرأي.